السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة بيتك أجمل مع مروة. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده مخلل اللفت، نخلله كده مع بعضينا وكمان هعمل معاكم الغدا. بص، أول حاجة كده عملتها جبت اللفت بتاعي. طبعا أنا كنت شارية 2 كيلو ونص. باشتريهم كده 2 كيلو 2 كيلو ونص يقعدوا معايا الأسبوع كله، طبعا عشان اللفت لما بيقعد فترة طويلة بينعم وبيكون مش حلو. فأنا باجيب كده على قد يكفي أسبوع ويخلص، أجدد يعني أعمل مخلل جديد. المهم جبته كده غسلتهم كده وحشت كمان الحتة الخضراء اللي بتكون فيه، اللي هي العرش بتاع اللفت. وقطعت اللفت بتاعه وغسلته غسلة كويسة تحت المية. وبعد كده رشيت له كده حوالي معلقتين كبار من الملح وقلبتهم مع بعضيهم وسبته وغطيته كده وسبته لتاني يوم. طبعا ما ضفتش اي ميه خالص لللفت بتاعي، هو بس معلقتين الملح وخلطتهم كده باللفت وغطيتهم وخلاص على كده. هنا كان عندي ميه بتاعه اللفت بتاع الاسبوع اللي فات. لقيت الميه لونها حلو كده والميه اصلا يعني جديده، مش ما بقالهاش مثلا فتره طويله عندي ولا حاجه. فقلت انما ايه، اعمل فيها يعني اخلي فيها اللفت الجديد اللي انا جبته. هو انا كان عندي كم قطعه من اللفت كده. شلتهم وقلت عشان ما ينفعش احط الجديد مع اللي بقاله مثلا اسبوع متخلل. هم خلاص استوى واحنا كنا بناكل منه. هي لو قعدوا هينعموا يعني في وسط اللفت الجديد. فانا طلعتهم وقلت كده احط منهم على الغدا، وجبت كده البرطمان بتاعي. فضيت الميه في طبق. وبعد كده بدأت ان انا احط كمية اللفت بتاعتي، قلت عشان خاطر لو الكمية كتير على البرطمان اعرف اضغط عليها يعني، وكده اضغط على اللفت. لكن لو حطيت في المية على طول مش هعرف اتحكم يعني ان انا مدي ايدي في البرطمان يعني وكده. بس فجبت هنا كده برطمان حطيت فيه اللفت، وبعدين بدأت ان انا اخد المية اللي انا كنت مخللة فيها واضيفها كده لللفت بتاعي. لقيت هنا لا، لسه البرطمان عايز شوية مية تاني يعني. لقيت البرطمان لسه محتاج مية، وكمية المية بتاعتي اللي كانت معايا خلاص حطيتها كلها. فعملت ايه، جبت كده شوية مية عادي خالص وضفت لهم معلقتين من الملح، لان لقيت الملح بتاعه برضو لسه يعني عايز يتظبط شوية. يعني لقيت المخلل عايز شوية ملح كمان. فروحت ايه ظبطت الملح بتاعه وبدأت ان انا اكمل البرطمان بتاعي بمية عادية خالص من الحنفية او من الفلتر. بس كده، هو المخلل الليفت من اسهل المخللات اللي انت ممكن تعمليها، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت خالص يعني. يومين بالكتير وبتاكلي منه يعني، بيكون خلاص استوى وبيكون حلو معاكي. خلاص يا بنات، بعد ما خللت كده اللفت معاكم غطيته وهركنه كده على جنب. طبعا وانا كنت عامله في الفيديو اللي فات مخلل خيار. برضو الخيار من الحاجات اللي هي السهله والسريعه. بس كده يعني حبيت ان انا اعمله معاكم عشان خاطر اشارك معاكم مخلل اللفت يعني. بس هنا بقى بدأت ان انا اعمل ايه. هعمل الغدا بتاعي، هعمل قرنبيط بطريقة حلوة كده ان شاء الله كده تنول اعجابكم. اول حاجة كده عملتها، جبت كده حلة حطيت فيها مية. ضفت للمية معلقة كبيرة من الملح ورشة من الكمون. وطبعا بسيب المية لحد ما تغلي، وبعدين ببدأ ان انا انزل كده بالقرنبيط اللي معايا. القرنبيط كنت مقطعاه وردات زي ما انتم ما شايفين كده، واديتها كده شطفة تحت المية تحت الحنفية. وبعدين بدأت ان انا انزل بيها في المية اللي بتغلي. بسيب القرنبيط بتاعي يستوي او يتسلق يعني في المية. بس طبعا مش هنسيبه لحد ما يتهرى خالص يعني. بيكون كده برضو قطعة القرنبيط تكون ماسكة نفسها. وبجيب كده مصفى وبطلع القرنبيط من المية وبحطه كده في المصفى عشان لو في اي مية زيادة المية اللي فيه تنزل. بعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. انا عملت نص القرنبيطة اللي انا كنت شارياها لانها ما شاء الله كبيرة. فقلت ان انا لو عملتها كلها هتقعد فلا، حبيت ان انا اعمل نصها كده وتكون تتاكل كده طازة. والنص التاني قلت ان شاء الله هعمله تاني يوم، او يعني اعدي يوم كده واعملها ايه مثلا بعدها بيومين ولا حاجة. يعني هي مش هتخسر. المهم سلقت كمية القرنبيط زي ما انتم ما شايفين كده، وجبت هنا كده الطبق اللي انا هعمل فيه الخلطة بتاعة القرنبيط. معايا هنا كده معلقة كبيرة من التوم المفروم.
معايا بيضتين، معايا شويه من اللبن، معايا خضار كزبره وشبت. بس طبعا مش هحط الكميه دي كلها لان الخضار اللي معايا كان كتير، فانا هاخد شويه بس كده ايه للخلطه اللي معايا. جبت كده البيضتين حطيتهم كده، بضربهم كده مع التوم. وبعدين هضيف اللبن، وكمان هضيف دقيق، وكمان هنضيف معلقة كبيرة من النشا. النشا بتخلي القرنبيط بتاعك بيكون مقرمش كده، وبيكون طعمه جميل بصراحة. وطبعا التوابل ملح وفلفل، وفلفل طبعا عشان زفار البيض، وبنضيف كزبرة ناشفة. طبعا اي توابل انت بتحبيها ضيفيها، بس انا حطيت كزبرة ناشفة، وحطيت فلفل بس، وطبعا والملح. وضفت كده حبة شوية صغنطتين خالص من البابريكا. بس كده هنا ضربت البيض مع التوم كويس، وبعدين ببدأ ننزل بكمية اللبن اللي معايا. طبعا البيض هتضيفي البيض على حسب كمية القرنبيط اللي انت هتعمليها. انا عملت نص واحدة يعني نص قرنبطاية، فحطيت استكفيت باتنين بيضة بس يعني. بس ده خلطت كده البيض مع اللبن مع الثوم، وببدأ انزل كده بايه بالدقيق، وطبعا معلقة كبيرة من النشا، وهنا الملح والكزبرة والفلفل. طبعا الفلفل الاساسي معانا عشان خاطر زفرت البيض. ضربت كده الخليط اللي معايا، دوبت الدقيق كويس عشان ما يبقاش فيه، ما يكونش مكلكع معايا. وبدأت ان انا هنا اخد شوية من الخضار اللي معايا اللي هو الشبت والكزبرة. طبعا تقطعيهم صغنطوط خالص، يعني على قد ما تقدري تفرميهم فرم ناعم بس على ايدك، ما تعملهمش على الكبة، عشان لو عملت الخضار على الكبة هينزل المية اللي فيه. خلاص كده عملت الخلطة بتاعتي. وهنا اجيب كده كمان طبق واحط فيه شوية من الدقيق، طبعا كمية كويسة من الدقيق، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وهضيف شوية من التوابل. طبعا التوابل اللي انا حطيتها في الخلطة هضيفها برضو للدقيق، اللي هو ايه الملح والفلفل والكزبرة الناشفة، وهضيف كمان شوية من البابريكا بس. وهخلطهم كده كويس، وهبدأ انزل بالقرنبيط اللي انا سلقته في الخليط اللي هو البيض واللبن. وبعد كده اطلع من الخليط دوت هنزل كده على الدقيق كده على طول، لان الخطوة دي بصراحة بتخلي القرنبيط بتاعك يكون مستوي، وفي نفس الوقت الزيت بتاعك متحركش منك. والخضار اللي انت حطاه في الخلطة بتاعة القرنبيط بتكون بتمسك اكتر على قطعة القرنبيط، يعني ما بتنزلش في الزيت، لان انت خلاص عملت لها الطريقة ديت اللي هي الدقيق كده من على الوش، فبتخلي الخضار بتاعك يمسك على القرنبيط. هي طريقته سهلة وبسيطة والله، وبيكون طعمه حلو، بيكون طعمه كده شوية عطي كأنك بتعملي يعني اللي هو ايه، شوية بيكون عامل زي الكنتاكي يعني، فاهمني. بس كمان انا عملت اول جزء من القرنبيط، حطيت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها على النار، وحطيت فيها شويه من الزيت، ونزلت كده بكام قطعه من القرنبيط، وبدات ان انا اجليهم. بس بصراحه بعد كده رحت لا حسيت ان القرنبيط عايز حله تحمري فيه او تجلي فيه، تجلي القرنبيط بتاعك في حله، فبيكون احلى من الطاسه بكتير. انا بعد ما عملت اول طاسه كده، ورحت جبت شلت الطاسه من على النار، وجبت الحله فضيت فيها الزيت، وزودت كمان حبه زيت تانيين، وسبتهم لحد ما يسخنوا، وعملت جليت باقي الكميه كلها في الحله. طلع احلى من اللي انا جليته في الطاسه، لان الطاسه بيبقى جزء واحد بس اللي هو اللي بيكون طايل الزيت، لكن الحله بصراحه بتكون قطعه القرنبيط كلها في الزيت، فبتستوي بتكون احلى بكتير. بصوا هنا طبعا بعد ما عملت كده اول طاسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلاص سبتها، قلت خلاص بقى اذا كان انا يعني حطيتها مش هينفع ان انا اطلعها من الزيت، هخليها لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي اجيب الحله بتاعتي اللي انا ايه هكمل فيها باقي الكميه. بصراحه القرنبيط من الاكلات الجميله، وعلى فكره الخطوه اللي هي بتاعت الدقيق الناشف او الجاف يعني اللهم صل على حضرة النبي، بتخلي قطعة القرنبيط بتاعتك مش بتشيل زيت، يعني ما بيشربش زيت. في الاول لما كنا بنطلعه من الخلطة اللي هي البيض واللبن والخضار،
وننزله كده على طول على الزيت. كانت قطعة القرنبيطة كانت بتفرش في الطاسة، طبعا من البيض، والخضار كله كان بينزل في الزيت، وكانت قطعة القرنبيط بتشرب زيت، يعني بتبقى شاربة زيت كتير. فكنت تيجي تاكلي منها تلاقي نفسك لا مش قادرة، تحس ان القطعة كلها شاربة زيت. لكن بصراحة الحركة اللي هي بتاعة الدقيق الجاف ده بتكون حلوة، وبتخليه الخضار محتفظ بنفسه في قطعة القرنبيط، وما بيكونش شارب زيت نهائي، وبيكون طعمه والله العظيم طعمه بيكون وهم. يعني جربوه، انا جربته مرة في مرة فعجبني، فبدأت ان انا اعمل القرنبيط بتاعه بالطريقة دي كده على طول. بس هنا كده القرنبيط طبعا بعد ما خلاص جابت الكمية كلها، دوت كان الغدا بتاعنا يعني. وطلعت جاره طبق مخلل وخلاص على كده. وكان غدا جميل، وكان يا والله كان غدا حلو فعلا. اتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفي قناتي، وكومنت